السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة وحلوة وسهلة قوي بمكونات عندنا في البيت. هنعمل القشطوطة في البيت بطريقة لذيذة وسهلة، وعملتها نص بالفواكه اللي هي او بالمانجا والنص التاني باللوتس والنوتيلا. هنبتدي مع بعض. في الاول نجهز الكيك، وحبيت ان انا اسهلها لكم بابسط حاجة ممكن نعملها في البيت. جبت هنا كيك ميكس اللي هو بيبقى جاهز، اللي هو بيبقى فيه دقيق ومحسن الكيك، وزودت عليه 100 جرام من الزبدة، قصدي 100 مللي من الزبده وثلاث بيضات، وحطيت كمان 100 مللي من اللبن اللي هو يعتبر نص كوبايه زبده ونص كوبايه لبن، وحطيت 3 بيضات. وهبتدي اخلطهم كويس جدا في العجان، او لو معانا مضرب، وهنخلطهم كويس جدا لمده 5 دقايق مع بعض. وبعد كده هروح جايبه صينيه بايركس. الصينيه البايركس دي هبطنها الاول بالزبده والدقيق، واتاكد ان هي اتبطنت كويس جدا، وهروح حاطه فيها العجينه اللي هي بتاعه الكيك، وهسيبها في الفرن على درجه حراره 190 لمده 40 دقيقه. ناخد بالنا من درجه الحراره. هنبتدي نجهز مع بعض الكريمه اللي هتتحط على القشطوطه. هنجهز كوباية إلا ربع سكر، وأربع معالق كبيرة دقيق، وأربع معالق كبيرة نشا. واروح حاطة على المكونات دي 3 كوبايات من اللبن زي ما انتوا شايفين معايا، وهقلبها الأول على البارد لحد ما اتأكد ان مفيش اي مواد لسه بودرة موجودة في اللبن. وبعد كده هرفعها على النار لحد ما ابتدي الاقيها ان هي هتجمد معايا. دي الكريمة اللي هي هتتحط جوه على الكيك بعد ما هيطلع من الفرن. زي ما انتوا شفتوا معايا شكله كان عامل ازاي بعد ما طلع من الفرن. هسيبه على جنب يبرد على الاقل مش اقل من ساعه او ساعه ونص. ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان هي اللي هتنجح معانا القشطوطه دي. لو انتم محدش يعرفها، القشطوطه دي موجوده يعني دارجه في محل اسمه بلبن. لما انا جيت دقتها لقيت ان الوصفه بتاعتها سهله قوي، وفي نفس الوقت اقدر اعملها بكميه كبيره اكتر. لو في عندك عزومه، في عندك اي مناسبه حابه تعمليها. طلعت لذيذه جدا. عايزاكم ان انتوا تجربوها معايا. وزي ما انتوا شايفين ابتدت الخليط عندي يتقل معايا. هضربه كويس جدا وبسرعه عشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات هتحصل معاه. وبعد كده هروح نقلاه في الحاجه بايركس او حاجه تستحمل الحراره. وهسيبه على جنب يبرد على الاقل برضو ساعه. الحاجه دي كلها يعتبر اخدت مني 3 ساعات في التجهيز، من بحيث ان هي الحاجه اللي دخلت الفرن وسبتها تبرد، وفي نفس الوقت الكريمه برضو ما خدتش مني وقت خالص. جهزت عندي هنا اي نوع فاكهه انتوا حابينه، بس طبعا عشان الحاجه اللي دارجه كانت دلوقتي عندنا المانجا. جهزت مانجايه، وزي ما انتوا شايفين هقطعها مكعبات صغيره. ونقدر نحط كمان كمبوت خوخ، او نقدر كمان نحط كمبوت اناناس، ونقدر نقطعه صغير ونحطه برضو. بس انا حبيت ان انا اعملها زي ما احنا بنشتريها بالظبط من المحلات. تمام. زي ما انتم شايفين معايا هقطعها مكعبات صغيرة. وحبيت ان انا افكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في حد نفسه يستفسر عن اي حاجة بخصوص الاكل او بخصوص اي جولات انا بعملها، ياريت تشرفوني تحت في الكومنتات، وانا مستعدة ان انا ارد على اي سؤال انتوا بتسألوا عني. دلوقتي انا جهزت خلاص المانجا وحطيتها على جنب. ده كان شكلها بعد ما هي بردت الكريمه. بعد كده هروح جايبه يا اما ظرف كريم شانتيه 100 جرام، يا اما هروح حاطه نص كوبايه صغيره من الكريمه الخفق اللي هي بتاعه الحلويات. يبقى عندنا يا اما ظرف من الكريم شانتيه وهنحط عليه لبن، يا اما عندي الكريمه الخفق اللي هي السايله الجاهزه. وبعد كده هروح ضربها كويس جدا 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 لمده 7 أو 8 دقايق بالمضرب الكهربائي بسرعه جدا، ايدي مش هتفصل عليه لحد ما اتاكد ان هو كل حاجه اتمزجت مع بعض، وبقى الخليط هتشوفوه معايا سموث جدا ما فيهوش اي تكتلات خالص. تمام. انا بس هنا كنت بكلم بس يعني حد جنبي، فعشان كده دي الحته اللي انا فصلت فيها. لكن زي ما انا قلت لكم ايدي مش هتفصل عن المضرب لمده 7 او 8 دقايق لحد ما اتاكد زي ما انتم شايفين ان الخليط عندي سلس جدا وما فيهوش اي تكتلات. دي الكيك، دي الحاجه اللي هتتحط على الكيك.
دلوقتي هنجهز مع بعض خلاص بقى المكونات اللي احنا هنحطها. جبت نص كوبايه من اللبن وحطيتها على الكيك زي ما انتم شايفين، من غير اي فتحات، من غير اي حاجه فيها. وبعد كده هروح منزله عليها الكريمه بتاعتي. الكريمه بتاعتي هفردها فرده سهله قوي ولذيذه عادي بالسباتشولا معانا. وبعد كده هروح عامله عليها شكل جمالي بالشوكه. لو انتوا عندكم كمان حاجه تقدر تسهل عليكم حاجه زي كده مفيش مشكله، بس انا كانت عندي المتاح عندي دلوقتي الشوكه، فحبيت ان انا برضو اقول لكم كل حاجه متاحه عندكم تقدروا تعملوها. هعمل عليها الشكل الجمالي دي وهفصلها من الجنب. هعمل نص فيه مانجا والنص التاني هحط فيه خيوط من الشوكولاته النوتيلا وعليه بسكوت اللوتس. كل الحاجات دي هتحسوا ان انتوا فعلا بتجيبوا حاجه من بره، يعني وبدل ما تكلفوها مبلغ كبير قوي قدرنا ان احنا نوصل للطعم الحلو قوي بتكاليف بسيطه. هتشوفوا معايا دلوقتي انا النوتيلا عملت فيها ايه. جبت برطمان وحطيت فيه معلقه كبيره من الشوكولاته النوتيلا وحطيته في الميكرويف لمده 10 ثواني. فكت معايا، رحت حطاها في كيس بلاستيك او كيس حلواني لو عندكم قمع رفيع قوي ينزل خيوط من الشوكولاته. رحت زي ما انتوا شايفين معايا في الكيس البلاستيك ده، رحت قصه نقطه منه عشان انزل معايا الخيوط بتاعه الشوكولاته. وزي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا انزلها معاكم، بعملها باي شكل انتوا حابينه. وبعد كده جبت بسكوت اللوتس ورحت حطاه نسريه على الوش بتاع الشوكولاته. كانت خفيفة جدا جدا جدا، السكر بتاعها معتدل تماما، مفيش حتة زيادة ولا حتة ناقصة. ما تحسوش ان هي بتجزع النفس. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وادي المانجا معانا زي ما انتوا شايفين بحطها على الوش. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله ابقى اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.